يا سأسولف لك عنه، لكن ترى هي السالفة والباقي عندك. الله عليك الله عليك. انت ما قصرت، انت نورتني وخبرتني وعلمتني شيء. لكن بديت الصراحه تعرف ان هذا الانسان كأن حاط ضمامه على عينه. والله ابدا ما توقعت كذي ولا تصورت عنه ابدا في يوم من الايام انك الا اسمع منه شيء. لكن ترى هي مشكلة حمر عينك ترى توياك يا دكتور. دكتور الكريم؟ نعم لازم أخونا وربيع لازم نصحى ونتكلم. ترى شوف إذا الناس صرف تتكلم عليه فكم تتكلم عليه؟ اي والله لأنه ربيع أكيد ومحسوب منه. نعم. والمشكلة يا حج وأصل إنه طالب أغلى ما عندي مشكلة أنا، بس لازم نصحى، لازم نغير، لازم نردد صوابه. حمر عينك ما تساعدني. نعم. عفا عليك ما في غير اشوف انه صبر بعد نصر عيني بعد. حياك. اي نعم اقول لك حياك كذا الرجال. لازم اشوف عليه. السلام يا الله مصطفى. سريع. كيف حالكم؟ الحمد لله. ان شاء الله. كيف حالكم؟ قال لك كيف حالكم انت ما تستحي على وجهك. ما تستحي على وجهك داخل على العرب في المجلس. اول شيء تعلم كيف تحيي السلام، كيف تسلم على الناس، ويوم تدخل على الناس على عينك بعينهم. ما تجلس ماسك لي التلفون وعينك على التلفون، والله هداك. مشغول هذا عامر مشغول الواحد يشتغل هذا شغلك بعد. محمد ويشتغل بعد. ان شاء الله مرة ثانية ما بنعيد ان شاء الله. سامحنا. اباك يوم تدخل على الناس تحمر عينك وتسلم عليهم، ما يجلس اللي مجاب لي التلفون. عيب كذاك عيب، انت رجال كبير ولا وش تقول؟ اي والله صحيح. سير. الو يا ابوي قاعد ضرب ورنه بس ضرب ورنه. انا بروح برجع فضحتونا قدام النوادم، فضحتونا بس انتوا ضرب ورنه وانا بتصل بروحي. يلا تبى سكر يلا مع السلامه. سامح يا عم. يا ابوك يا مصطفى ليش متى سامحني بس وش التلفون كان قصك العشاء على بينك علامك الله يهديك. انا ما اقول عليك شيء يا ابوي، صلحك ما يستوي كذي. بعدين انت لا تنسى خير البر عاقله. هذا الكلام الطيب هو هذا نتكلم عن عامر. عمك عامر يعرف خير البر عاقله يعرف. وانا ما اصغر اولادك تقول لي عمك عامر. هي نعم. هذا النزل يعرف، لكن مثل هذه الامور تحتاج مشوره وتحتاج سؤال وتحتاج تفكر. ما تعال فلوه فضلوه. هذا زواج، هذه حياه. نعم. ما فوضى. ما يهيئ لك شويه، يهيئ لك تصبر. اي نعم. سير. الو يا بنت الحلال، كم مرة قلنا لك فضحتينا قدام اللوالم. زين جماعة بدخل اتوضا سير. صلاة يا صلاة. سير. بتوضا وبرجع. زين بس دقايق. وصخ الحيوانية وصخ الحيوانية. سمعته؟ اللي قال تنهي؟ نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا ماشي خلاص. وتصدق أنا كلامك صحيح، والله إنك ما ظلمت. عيل دول اقول لك بابا اسمعني. لا حبيبي خلي هذا قطرة بحر عاين ها يا بالله قلوب وجدي مرضان فلوس غوازي. وش باقي لك؟ قول لي يلا خبر انت وش باقي لك الفلوس؟ أنا اللي أعرف أن هالرجال كريم يمد يدينه
يمد ايدينا حناس وبعدين الرجال جاي يتسوق، يعني حوش باب من عنده فلوس ما حمهر. حكي عامر علامك انت عقلك رايش ولا وين؟ علامك الله يهديك، تو انت روحك سامعنا وش يقول الله يهديك. يعني رجال عمره 50 سنه ولين تو ما معرس، هذا ظرف. حوش يا ابننا وانت تسمع وش يقول. هذا الرجال اللي ما معرس خف عليه شويه، وما زين هذا الظن اللي الظن فيه. يالك شفت هالرجال ما يجي المسجد والصلاه حافظ عليه، وهذا فلوس اذا ما حزواج ارد واقول لك انه باغي يساعد الناس فيهم. الرجال اقول لك يدينا طريقه كريم يعني نعم. وايدين الكريمين كان بتسعى الكرم، وايدين اللي يعطوا، وايدين اللي هم يقال عنهم حمامة مسيح، وايدين. ترى حتى اللي قتل امير المؤمنين بهته سودة بالعباده، واللي قتل الحسين بهته سود من العباده. لكن ما عليك من المظهر، عليك من المضمون. المظاهر حبيبي خداعه، لكن المضمون هو المهم. وانا هذا اللي معاورني فيه. وانا اقول لك انت خلي عندك هذه السالفه كلها، ولازم هالرجال نغيره من صلحه، ما يصير حاله مثل الدنيا، ما يصير. ازيدك زيد وش انت؟ انا بعيني والله بعيني نعم شايف منك قدام ذاك البيت نص الليل يدق عليه والباب يعطيها طرف مثل هذا الطرف. نعم. لكن كلامك اقول لك يعني صح دام انه اخونا بعد ترى انا قلبي عورني مثل عليه مثلك. انا اقول بعد ويش يعني زوجة بنتك يمكن بيصلح حاله، يمكن بتحفظ له بيته، بتتعدل اموره. زوجة يمكن بيصلح حاله. والله وش اقول لك، موضوع يحير صراحه. ان شاء الله من عيوني ان شاء الله. نعم. إيه. ان شاء الله ولا يهمكم انتم تعاونوا بس. ايوه زي هذا بسكر يا جماعه. يلا مع السلامه. سلامكم يا جماعه. تقبل الله مصطفى. اي تقبل الله يهداك، اي تقبل الله. يعني انت صدقت ان ساير يصلي وقت صلاته الناس مصليه ومخلصه، بعدين اللي رايح يتوضا على قلبي ونشوف قطره ماء على ثيابه، بنشوفه مسح راسه زين سحر دونه، هذا رايح يقردنها وراجع نفس الموضوع بعدين اللي يسولف في التليفون. وش اقول لك عنه انت هاي كنا مخطوط الدرس مخطوط داخل خرس عايب الله عليك. لا الظاهر انتم سالفتكم ما بتخلص. ايوه خط. انت ما تخبرنا عنه وش سالفته؟ غادي كريم متوزع يمين وشمال، خبرنا. هذه اشياء خاصه وانت ما لك خص بيها. ما قلت لك يا سيدي روح عمره وخش سالفته؟ عيل اسمعني يا مصطفى، طالما انك ما احترمتني ولا قدرت مني، صحيح انا وعدتك بخير، لكن الزواج قسمه ونصيب. واسمع مني، انت ما لك نصيب عني. عفا يا عامر ليش؟ بعد تسأل ليش؟ اسأل نفسك ليش؟ شوف نفسك وش مسوي؟ للأسف ما ظنيتك كذا ولا توقعت منك كذا. أنت على كبرك، أنا بغيت أعطيك بنتي، بغيت أعطيك أغلى ما عندي. لكن يا مصطفى قبل لا تفكر تخطب بنات الناس فكر في نفسك واعدل من نفسك وبعدين عاد تشاور. لا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا أقول كل ما أخطب بنت ترفضني والناس بتغير علي وسلامهم بارد صوبي. يا عامر إذا سامع شيء عني قول لي في وجهي. روحك قلت الناس يا مصطفى ما تتكلم من فراغ. وبعدين تعال اللي على راسه ريشه اكيد يتحسس بها. الناس يا عامر ولا حالغير؟ السمعة يا مصطفى، السمعة اللي انتشرت عنك بين الناس، وترى بقول لك السمعة ما تجي من فراغ. ومن صنع الفراغ؟ انت اللي صنع هذا الفراغ بين الناس.
انت اللي خليت الناس تشك فيك وخليت الناس تنظرك بهاي النظره. وبعدين نحن يا مصطفى لما جايين الكلمه ترى ما كرهن فيك، لا والله انت اخونا وعزيزنا ونحبك، جايين النصحك والكلمه نبعدك عن هذه الدرب الخطر اللي انت فيها. اذا نحن ما صلحناك اقرب الناس حلك وما قدمنا لك النصح، من اللي يقدم لك هذا النصح؟ خبر من؟ يعني انت يا عامر صدقت نعم، لاني خايف على بنتي ومن حقي اخاف على بنتي، والله وما شاء عز عن الله حتى انت خايف عليك، لكن للاسف انا خوفي على بنتي اكثر شيء منك. خفت علي يا عامر؟ انت ظلمتني يا عامر، ظلمتني. وللاسف ما خفت انك تظلم انسان. جيت واجهتني، كلمتني، اتحققت، ولا بس كان اسهل عليك انك تصدق؟ زين يا مصطفى، اذا تقول انك بريء وما مسوي، زين خبرني وش معنى وقفتك نص الليل عند ذاك البيت وتعطاهم فلوس؟ بعيني قلت لك يا عامر شايفنا والله بعيني يعطيهم فلوس ويتلفت يمين وشمال على حق شوفه نص الليل. وش موقفنك هناك؟ خبرنا نورنا يمكن شيء ما نعرف عنه. تعرفوا ذاك البيت بيت من؟ تعرفوا؟ ذاك بيت الملك، زوجها توفى وعندها ايتام، وكانوا بينطردوا من البيت اذا ما دفعوا النجار. هذا الظرف يا عامر اللي مخلين عيونكم عليه، هذه فلوس ايجار البيت. كنت انوي صدقه لوجه الله، صدقه بالسر، كنت اوديها لهم بالليل عشان استر عليهم منكم ومن امثالكم. بس للاسف هذا وانت اخواني والقريبين مني حولت هذا الستر حال تهمه. وانت يا عامر اذا وهب كذاب ليش تصدقه؟ وهب ما كذاب، وهب شافك بعينه. بس يا مصطفى كفايه تصنع، كفايه استغلال للناس. واحد شاف موقف ناقص فسر مزاجه، والثاني زاد عليه من خياله، والثالث يحلف والله إن ما في أحد مثالك. يا وهب الإشاعة ما تعيش إلا إذا لقت إذن تسمعها، والظالم الحقيقي ما ينشر الإشاعة، الظالم الحقيقي أول شخص صدق هذه الإشاعة. انزين خلك مكاني يا مصطفى، وانتوا خلكم مكاني، انت لو واحد جاكم شخص مثل مصطفى وسمعتوا عنه هذا الكلام كله، جاكم يخطب بنته ولا اخته، فعلا هل كنتوا بتزوجوه؟ يا جماعه خلكم مكاني. اسمع انت عامر، خلكم مكاني الناس وخلكم مكاني. يا عامر ترى تاريخ نفسك، الناس هي الناس، ولا اختلاف الزمان ولا الناس، لكن تبقى الناس هي الناس. ياهم ووقف، صار واقف على مرتفع، مسك ايديه ورفع يديه ورفعها فوق من كنت مولاه فحليل مولاه. الناس امنت، صدقت،
وفي منهم اللي قال صرت مولاي ومولى كل المؤمنين ومؤمنين. بايعت حتى النساء غطت يدينها في الماء وبايعت. لكن بعدين وش اللي صار؟ وش اللي حصل؟ هذا اتبع هواه، ذاك سمع اللي يحبه، ذاك راح ويا اللي يباه. والناس يا اخوي عامر هي الناس والغدير يقول خلكم مكاني. المشكلة يا ولد ما أن الحقيقة كانت ما واضحة، الحق واضح، بس الناس تحب تسمع اللي تريده. يا عامر ويا وهب، أنا سويت اللي يمنع علي ضميري، كنت انوي لوجه الله، وعاد انتم كيفكم وخلكم مكاني. حتى أنا يا مصطفى، حتى أنا سمعت منك وسمعت من وهب وفكرت زين فكرت زين. أنت اللي خلقت، كان الواجب علي مثل ما سمعت أي أكلمك وأقول لك وأتأكد من هالكلام. وأنت كيفك ويا جماعة خلكم. كل زمان وله ضمير، وكل إنسان له ضمير، إما يتبع الحقيقة وإما للإشاعة يصير غسيل. بين الحق والباطل يا جماعة الخير 4 مصادر. الحق ما تراه بعينك، والباطل ما تسمعه بعينك. والقصة يا أخوي عامر حلها جانبين. أول شيء وجه باطل وجه باطل. وأنا لما جيتك وقلت لك وخبرتك ما قلت لك إلا اللي شافت عينك. وأنت كيفك؟ وأنت يا مصطفى كيفك؟ وأنتوا يا الحاضرين خلكم مكاني. أقول لكم شيء خلكم مكاني.